السلام عليكم ورحمة الله. معكم مهندس عاصم سعفان، ومكملين مع بعض بإذن الله في تجربة موقع داتا كامب لمدة 30 يوم. النهارده أقول لك ملخص اليوم الثاني والثالث عشان خاطر الكلام يبقى واضح بالنسبة لك. أنا طبعا قلت أنجز بس الوقت شوية، ما سجلتش طبعا اليوم الثاني لأن اشتغلت اليوم الثاني والثالث على نفس الكورس واللي اسمه انترميديت بايت. فتعالى بقى نخش على الموقع ونخش ناخد بصة كده إيه الكورس دوت الواحد اتعلم فيه إيه. تمام. طبعا الكورس في حته برده ما عجبتنيش في الاخر برده، تعالى بس نشوف كده على السريع. اول حاجه زي ما احنا شايفين، بدانا بمات بلوت ليب او اللايبراري او الباكج المسؤوله عن فكره الفيجواليزيشن او الرسومات او كده يعني. طبعا هي اهم باكج في البايثون يعني او كده، من حيث يعني هي اللي كل مبني عليها كل الباكجز الثانيه اللي بتستخدمها في الرسم والكلام ده كله، او الفيجواليزيشن والرسومات وكل حاجه لها علاقه بالكلام ده يعني. لكن طبعا هو شرحها حلو واتكلم عنها في البدايه، وبديت انت تتعلم فيها ايه المات بلوت ليب ازاي وعلمك اللاين بلوت والسكاتر بلوت، وبعد كده ايه دخلك في الهيستوجرام شويه وعرفك كل واحده بتستعملها ليه والكلام ده كله. وبعد كده طبعا وانت في الاكسرسايز علمك ازاي تضيف ليبلز للرسمه بتاعتك. زي ما احنا شايفين مثلا دي كده رسمه انت هتعملها وانت شغال في الاكسرسايز، هتلاقي عندك في جزء مثلا زي ما احنا شايفين انت عملت الرسمه اللي قدامك دي كده عباره عن الايه سكاتر بلوت، النقط اللي قدامنا هتعرف طبعا يعني ايه سكاتر بلوت والكلام ده كله جوه في الكورس يعني. تمام. وعرفنا ازاي بنضيف الحاجات اللي على الرسومات زي ما احنا شايفين كده، ازاي نعمل الليبل اللي معمول على الواي اكسس هنا واللي معمول على الاكس اكسس، وازاي نعمل تايتل للرسمه والكلام ده كله. وبعد كده طبعا ازاي نعمل السكيل اللوغاريتمك سكيل والحاجات دي كلها طبعا اتعلمناها في الكورس ده. وبعد كده طبعا هيبدا يتكلم شويه يعني يضيف شويه حاجات، وهو بيتكلم بقى عن ايه، عن الحاجات التانية، سواء مثلا احنا بنتكلم عن السكاتر طبعا ايه ضاف حاجات تانية زي ايه زي السايز والكالر والحاجات دي كلها. طبعا دي كانت اول سيكشن في الكورس. بعد كده دخلنا في تاني حاجه وبدا يتكلم عن الديكشنريز. طبعا الديكشنريز من ممكن نقول من الداتا تايبس اللي موجوده في البايثون. لكن طبعا هو ما بيشرحهاش بالترتيب مثلا زي ما انا كنت بشرح في الكورس اللي انا كنت عامله انا بتاع البايثون وكده يعني. انا كنت بشرحها بقى كلها مره واحده من الاساسيات بتاعت البايثون يعني وكده، لكن هو شرحها هنا واتكلم عنها طبعا على السريع كده طبعا عشان دخلنا في الايه في بندس ديت هي اللي بتعمل بقى كل حاجه وانت شغال مثلا في اي حاجه لها علاقه بالداتا ساينس او مشاريع الداتا بشكل عام يعني. لان بندس ديت بكل بساطه هي الداتا فريم بتاعتك، بتعمل لك الداتا فريم او الجداول اللي انت هتشتغل عليها اللي انت مثلا جايب اي جدول مثلا من على الاكسل او كده، بتبدا تدخله على البايثون باستعمال بانداس، بتعمل لك حاجه اسمها داتا فريم، ودي اللي انت بتبدا تشتغل فيها على كل حاجه. فهو دلوقتي بيعمل لك يعني علمك الديكشنري قبل البانداس عشان خاطر انت ينفع تعمل داتا فريم مباشر لو انت بتدخل بيانات بنفسك انت يعني وكده، باستعمال يعني تاخد ديكشنري مثلا بايثون ديكشنري وتعمل له وتحوله لبانداس داتا فريم، ويبقى معاك جدول تبدا تشتغل عليه وكده. وبعد كده يعلمك ازاي تحول سي اس في او ملف سي اس في يعني اللي هو جاي لك من اكسل او غيره، اللي هو كوما سيبريتد فاليوز، وتحوله لداتا فريم. طبعا برضه هتعرف هنا الكلام ده كله ونبدا نشتغل زي ما احنا شايفين. لو احنا عملنا مثلا في الكود عملنا له مثلا سبميت، هتلاقي مثلا ان احنا عندنا في ملف اسمه كورس دوت سي اس في، دخلناه قراناه ببندس وبقى معانا دلوقتي موجود في البايثون زي ما احنا شايفين، هو اللي تحت المقروء هنا تحت ده كده. فخلصنا تاني سيكشن من الكورس اللي هو خاص بالايه، خلصنا اول جزء اللي هو الخاص بالمات بلوت ليب، وتاني جزء في الكورس خلص في الديكشنريز والبندس. طبعا الكورس ده انا خدته على يومين لان انا اصلا ما كانش عندي وقت الامانه يعني، يعني اتاخرت فيه شويه. المفروض ان هو كان ممكن خلص برضه في مده اطول من كده، مده اقل من كده يعني. لكن انا بالنسبه لك انا عايزك مثلا تخلصه في يومين، هيبقى حلوين جدا يعني، وهتبقى مضغوط. ولو في حاجه مثلا قدامك مثلا ما فهمتهاش ممكن تروح تقرا عنها او تشوف مثلا تعمل سيرش كده على السريع عنها وتشوف الموضوع ده ممكن يتحل ازاي او كده يعني. ثالث حاجه داخل فيها وهي اللوجيك او الكنترول فلو. تمام. اللوجيك او الكنترول فلو بمعنى صح كده، اول حاجه طبعا نتكلم عن الكومباريزن اوبريتورز، اللي هو ازاي مثلا تبدا تتكلم عن الحاجات اللي هو مثلا يساوي، اكبر من، اصغر من، الكلام ده كله يعني. وبعد كده هيبدا بقى يخليك تخش شويه في الاكسرسايز عليها يعني وتطبقها والكلام من ده يعني. وبعد كده يدخلك في البوليانز اوبريتور. البوليان اوبريتور ده اللي هي ايه، اللي انت لو عندك شرطين مثلا، ونفترض ان انت عندك شرط عايز تحقق الشرط الفلاني والشرط الاعلاني الاثنين مع بعض مثلا. تمام. فيبدا ممكن تستعمل ايه، عارف انت فكره اللي هو، تمام نخش فيها اسهل يعني، اللي هو فكره اللي انت تستعمل اند واور ونوت والحاجات دي. يعني الشرط يتحقق مع الشرط ده، او الشرط يتحقق والشرط ده اللي هو ايه، يعني واحد منهم يتحقق، الكلام ده كله يعني. هيبدا طبعا يشرحهم لك زي ما احنا شايفين، اللي هو ترو اور ترو، هيطلع لك ترو، الكلام ده كله هيشرح لك كل حاجه فيها بالتفصيل. تمام. فكل الحاجات هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بسيط جدا فيها، وان شاء الله يعني مش هتحس فيها باي مشاكل. بعد كده هيدخلك في حاجه اسمها اللوبز اللي هي ايه، الحاجات اللي احنا عارفينها احنا بقى، اللي هي الفور لوبس والوايل لوبس والكلام ده كله. وبرضه هيشرحها لك وهتشوف وهيوريك ازاي تبدا. يعني هو ميزته ان هو بيوريك كل حاجه ازاي بتطبق على البانداس داتا فريم، لان انت شغلك كله لو انت بتستعمل بايثون عشان خاطر داتا اناليسيس او كده يعني، هتلاقي شغلك كله متعلق بالداتا فريم دي. فهو ميزته الصراحه ان هو كل حاجه ما بيعلمها لك، وهو علمك الداتا فريم دلوقتي، اي حاجه بيعلمها لك بقى دلوقتي بيطبقها لك مباشر على الداتا فريم. فدي ميزه كويسه الصراحه الامانه يعني، برضه عشان نبقى احنا ايه، بندي لكل مكان حقه.
فهيبدا برضو يشتغل ويبدا يوريك كل حاجه فيها وازاي يعمل لوب فيها، وهيبدا يخليك تعمل على فكره ايه زي ما نقول كده لوبز معقده شويه يعني والكلام ده. بعد كده بقى لما خلصنا الجزء الاربع سكاشن اللي في الاول اللي في الكورس دولت يعني، دخلنا بقى في حاجه اسمها كيس ستادي، يعني هاكر ستاتستكس. الكيس ستادي ديت للامانه عشان برضو يبقى الموضوع واضح يعني، انا مش عارف حتى الان، حاسس ان هو ايه يعني لما نقول ممكن نقول مثلا ندخل حاجات انا شايف انها متقدمه شويه في الجزء ده. تمام. فانت هتبقى بتكتب الكود وفاهم انت الى حد ما بتكتب الكود ازاي، بس انت ذات نفسك ما انتش فاهم اللي بيحصل يعني، فاهم انت من الواحد يعني فاهم الى حد ما ايه اللي بيحصل قدام. فالموضوع بالنسبه له ايه يعني عنده خلفيه جايه من قدام شويه يعني، فداخل على الكورس دوت بياخد فكره كده عامه وبيراجع. فالموضوع بالنسبه لي انا فاهم وكده. لكن لو انت اول مره تاخد البايثون او اول مره تتعامل معاها والكلام ده كله يعني، هتلاقي ان الموضوع مش بالسهوله ديت يعني. يعني مثلا هنا هتلاقيه بيدخلك مثلا ايه، هو طبعا الكيس ستادي كلها عباره عن ان انت عندك، عارف انت النيرد اللي هو بتاع اللي هو بيبقى مكعب كده ايه في 6 ارقام، وانت بتبدا تحذفه ويطلع لك رقم عشوائي والكلام ده كله يعني. فهو الموضوع ده كله جميل جدا، وهتبدا تتعامل فيه من انت تستعمل الاف ستيتمنت مع الكونديشنز ومع اللوبس والكلام ده كله. هتلاقي نفسك بتطبق كل اللي هو كلمك عنه في الاول، الاربع سكاشن اللي في الاول دول كلهم هتطبقهم في الكيس ستادي اللي هو عاملها لك دي. لكن مره واحده كده هتلاقيه مدخل لك في حته كده في الاخر، هتلاقيه مدخل لك فيها الايه اللي هي الاستاتستكس والكلام ده كله. الحته ديت هي اللي هتخلي الموضوع بالنسبه لك مش سهل. طبعا انت لو انت قعدت تقرا شويه وتفهم الكلام اللي هو بيقوله وتقرا في جوجل وتسيرش وتعمل الكلام ده كله يعني، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بدأت تفهم هو بيتكلم عن ايه. لكن بشكل عام انا شايف ان الجزء دوت يعني المفروض ان انت بعد ما نخلص اصلا السكشن دوت بشكل عام، هتخش في بروجكت المفروض نشتغل عليه، ده اللي ان شاء الله يبقى في اليوم الرابع اللي انا هنزله لك الفيديو القادم باذن الله يعني. هتلاقي في بروجكت كامل اصلا تشتغل عليه. طب انت ليه تدخل حاجه زي دي هنا اصلا، ولما انت معاك بروجكت ممكن تبدا تشرحها مثلا في البروجكت بشكل احسن وتضيفها وتنزلها او كده يعني. فانا مش فاهم الصراحه. طبعا انما هي ككيس ستادي زي ما قلت لك، اذا هيعلمك في الاول خالص ازاي تعمل راندوم نمبرز وتستعمل النمباي اللي هي النمباي اللي احنا المفروض اتعلمناها يعني قبل كده في الكورس الاولاني بتاع الانترودكشن تو بايثون. هيعلمك بقى ازاي تعمل راندوم نمبرز باستعمالها، وبعد كده يبدا ايه يوريك ازاي تستعملها تجيب بدل ما انت بتطلع فلوس مثلا يخليك ازاي تطلع انتجرز. وبعد كده يبدا يشرح لك حاجات على العمله المعدنيه اللي هي مثلا ايه، سواء وش او ظهر، او اللي هي عندنا في مصر مثلا ملك وكتاب والحاجات دي كلها. يعني يخليك ازاي يعلمك ازاي تستعملها والكلام ده كله. وبعد كده يقول لك انت ايه يعني، هو بيشرح لك ازاي تستعملها، وبعدين بيخليك انت تطبق على المكعب اللي زي ما قلت لك ايه عليه من 1 ل 6 دوت، ويخليك انت تطبق عليه. طبعا هو بيقول لك الكلام كله الى حد ما كويس، وهيخليك تطبق اللي انت اتعلمته، سواء مثلا كل حاجه انت اتعلمتها في الكورس ده هيخليك تتعلم ازاي تتعامل مثلا مع البانداز والداتا فريم بتاعتها يعني بشكل عام، وبعدين تطبق اللوبس اللي انت اتعلمتها، وتتعامل مع كل حاجه الديكشنريز وكل الحاجات دي كلها انت اتعلمتها في الكورس دوت هتطبقها في الكيس ستادي دي. بس زي ما قلت لك الحته بس الاخيره اللي هو بيتكلم فيها شويه الى حد ما عن اللي هو بيبدا بقى يتكلم في الحاجات اللي هي الاخيره ديت اللي هي بيتعامل لك اللي بيكلمك فيها شويه عن الديستريبيوشن والكلام ده كله يعني. انا طبعا انا فاهم هو بيتكلم فيها ليه دلوقتي، او لان انا عندي الى حد ما معلومات في الاستاتستكس والموضوع دوت يعني الى حد ما فاهمه شويه. لكن كواحد لسه بادئ ويا خد كورس بس انتروداكشن تو بايثون والمفروض يخش في ديت، انا شايف ان الموضوع بالنسبه له يبقى ايه هيبقى صعب شويه. فلو هو حس لو انت دخلت في الكورس وحسيت ان الموضوع فيه صعوبه يعني او كده، فلا انت عادي ما فيش مشاكل، انت بس حاول تطبق معاه الاكواد ولكن الاستاتستكس دي مالهاش علاقه بقى الوقت يعني، لحد ما تبدا تتعلمها ان شاء الله، وتبدا تحاول مثلا ترجع لها تاني وتفهمها اكتر والكلام ده كله. المهم كده ايه اول 3 ايام خلصوا في تجربه الداتا كامب، موقع داتا كامب يعني. خلصت فيهم كورسين، انتروداكشن تو بايثون والانترميديت بايثون. طبعا زي ما قلت لك مالكش اي علاقه انا ماشي في قد ايه، انت ممكن تاخدهم في مده اطول مني شويه، ممكن تاخدهم اسرع مني، اللي يريحك انت. كل واحد وامكانياته ويعني ومده واللي هو الاستيعاب بتاعه يعني. طبعا ما فيهاش اي مشاكل ان انت تاخدهم ان شاء الله في 10 ايام يعني. طبعا حته ان انت تضغط نفسك ديت انا اصلا ما بحبهاش، والحاجات اللي انا بضغط نفسي فيها في الاغلب ما بكملهاش يعني. فعشان كده مش عايزك تعمل كده، انا عايزك تبقى ماشي على مهلك. وزي ما قلت لك لو انت مشترك في الموقع اصلا في الاغلب هو الاشتراك سنوي، فانت مش محتاج ان انت تضغط نفسك في شهر. لكن انا بحاول انقل لك التجربه او ايه اللي انت ممكن تتعلمه، فعشان كده انا ضاغط نفسي شويه. ان شاء الله بقول لك الفيديو القادم ان شاء الله هيبقى عن البروجكت اللي هو البروجكت اللي قدامنا دوت، اسمه انفستيجيتنج نتفليكس موفيز. الكورس دوت البروجكت دوت يعني انا ده اللي هبدا بقى ان شاء الله اقيم على اساسه. طبعا انت عشان تدخل الكورس دوت لازم تكون خلصت انتروداكشن تو بايثون وانترميديت بايثون زي ما احنا شايفين كده البريريكوزيتس بتاعتنا، ان هو كاتب لك ان انت لما تكون مخلص انترميديت بايثون. طب انت عشان تكون مخلص انترميديت بايثون هتلاقي نفسك محتاج تكون مخلص انتروداكشن تو بايثون. فعلى اساس البروجكت ده باذن الله هنبدا نحدد هل فعلا
المنصه يعني الموضوع فيها الى حد ما بالقوه اللي تستاهل ان احنا ان نتعامل معاها ولا لا. لان البروجكت بالنسبه لي هو ده الحاجه اللي انا داخل عشانها، انا داخل عشان اتعلم ازاي اعمل مشاريع او ازاي اتعامل مع مشاريع او كده. فنبدا ان شاء الله نبدا نكون على اساسها يعني فكره محترمه عن المنصه باذن الله. فربنا يعني يكرم وتكمل على خير ان شاء الله. البروجكت هكمله، اللي طبعا لسه ما بداتش فيه، بس ان شاء الله هكمله ونشوف هيمشي ازاي والواحد يتعلم منه ايه، وطبق اقول لك انا طبقت عليه قد ايه من الحاجات اللي انا اتعلمتها، وهل فعلا يعني مفيد، وهل ينفع استعمله اصلا بعد كده ان شاء الله في البورتفوليو لو انا حبيت اعمل بورتفوليو ولا لا. ده كله هنتكلم عنه باذن الله. طبعا كان في استفسار عشان برضه نبقى فاكر، كان في استفسار بيتكلم عن ازاي اتعلمت لغه اصلا، ازاي اتعلمت لغه لما انا كنت عامل فيديو تطبيق عملي للبايثون باستعمال بايثون يعني والكلام ده كله. كان في واحد بيقول لك ازاي اتعلمت لغه، كان كاتب لي في كومنت ازاي اتعلمت لغه يعني منين وفين والكلام ده كله يعني. طبعا انا ما اتعلمتش في مراكز او سنتر او كلام من ده يعني، طبعا كله تعليم ذاتي الى حد ما. فان شاء الله ممكن ابقى اعمل فيديو كده عنه، اقول لك برضو ازاي اتعلمت اللغه والحاجات دي كلها يعني، لو ربنا اراد يعني ان شاء الله. احاول اجمع الحاجات اللي انا كنت الى حد ما اتعلمت منها، واحاول ان انا ايه احطها لكم في فيديو واحد باذن الله، ممكن حد يعني يستفيد منها وكده. بس كده طبعا لو عجبك الكلام دوت ما تنساش بقى لايك جميل واشتراك في القناه، ودعواتك كده ان شاء الله نكمل 30 يوم على خير، وندي نظره كامله عن الكورس، بحيث ان انا عايز دوت يبقى مرجع اي واحد حابب يشترك في موقع داتا كام يخش يتفرج على الفيديوهات دي، يشوف هل بالنسبه له الكلام دوت كويس ولا لا، ويبدا يبني على اساسه ويشترك ولا لا. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.